السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم غنقترح عليكم اون تارتو بوم او تارطه بالتفاح بطريقه بسيطه وسهله، لا في الشكل لا في المذاق، من اروع ما يكون. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها اللي هي لا كريم باتيسير. في كاسرونه وعلى نار مهيله غادي ناخذ كميه الحليب، الفانيلا، السكر، البيض وصفار البيض، نشا الذره، مع التحريك المستمر. هنا ما غاديش نحيدو يدينا على العافيه، بطريقه بطريقه سريعه والعافيه تكون مهيله. الا بغيتو تصدق معكم لا كريم باتيسير يعني ضروري هنا العافيه تكون مهيله مع التحريك المستمر. ومباشره ندوزو باش نوجدوا لا بات سابلي. كناخذوا الزبده بدرجه حراره المطبخ مع السكر وكنخدموه مزيان حتى كنحصلوا على كريمه بهذه الطريقه هذه، يعني تكون عندنا تجانس ديال السكر مع الزبده. ولا كنضيف البيضه وكنخلط الكل غير بالسباتول ولا داك سميتو الويسك ديال الصابلاج في العجانه. كنضيف الدقيق وكنعاود نخلط الكل، يعني هنا بحال كنرمل في الكل، يعني حتى كنحصل على عجين مرمل يعني او عجين صابلي. ولا هنا ما كنعجنش باش ما تقصحش معايا وما توليش عندي غتولي الزبده الاستيك، يعني غير كنجمعها هكا كتكون عندنا رطبه وسهله حتى في الخدمه. ولا خديت القالب او المول ديال اللي غندير فيه لا طارت وبديت كنبسط فيها هكا، يعني بلا ما نسري حساب لا والو، صافي كنبسطها غير بيديا وكنضغط على الجوانب حتى تقاد ليا الاطار مع العجين. كناخذ فورشيط وكنوضع تكات بالفورشيط بهكا حتى كنكملها كامله. مباشره كنوضع عليها لا كريم باتيسير اللي وجدنا من بعد ما بردات من طبيعه الحال. هي لحقاش ضروري لا كريم باتيسير خصنا نبداو بها هي الاولى ونخليوها تبرد. من بعد ما بردات فوالا كنيطاليها بلا كريم باتيسير. كنحاول اني نيطاليها بالسباتول حتى تقاد ليا لا كريم باتيسير على بلا كريم باتيسير عفوا على السطح ديال لا طارت. ندوزو باش نوجدوا التفاح ديالنا. ولا هنا كناخذ التفاح من بعد ما غسلناه من طبيعه الحال وكنقطعوه شرائح، يعني تكون شويه رقيقه ما تكونش غليظه. كنضيف له القرفه، هنا القرفه اختياريه، مع السكر والماء مغلي. هنا الماء ضروري يكون مغلي مزيان مزيان. ولا كنخوي عليه داك الماء وكنغطيه يرتاح لمده 10 دقائق. الا بان لكم بلا ان التفاح باقي ما رطبش ما ترخفش معاكم، عاودوا خليه واحد 10 دقائق اخرى. غير المهم يكون داك الماء مغلي، يعني الماء يكون غالي بزاف. فوالا من بعد ما صفيتو ويتو غادي نبدا نشكلهم على شكل وريضات. كناخذ هذوك الشرائح ديال الدجاج وكنحطها وحده فوق وحده، كندير 5 الحبات وكنطوي بهذه الطريقه هذه حتى كنشكل على وريضه. كنبقى بهذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين. مباشره كنوضعهم فوق لا كريم باتيسير. صافي كندخلهم الفرن. هنا الفرن ساخن على درجه الحراره 180 او 350 فرنايت. كندخلهم لمده ديال 30 دقيقه. من بعد ما كيطيبوا كنخرجهم. زينتهم هنا بالقليل من السكر كلاصي، ممكن تزينوهم بالناباج ولا باش ما بغيتو. انا زينتهم بالقليل من السكر كلاصي مع السكر مع عفوا مع البيستاش ومع الورد البلدي. فعلا كتجي رائعه وراقيه، وحتى الشكل ديالها تبارك الله كيبان بحال دوك لي فلور اللي متناسقين مع بعضهم. وهنا الفيديو ديالنا تيتسالى. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والا عجبكم علاش لا فضلا وليس امرا ما تشاركوش مع احبابكم وصحابكم، وما تنسوناش اكيد من التعاليق ومن اللايك ديالكم. دمتم في رعايه الله، للملتقى ان شاء الله.